يمكن البعض يسأل أستاذ يوسف رياض، وأحب أسمع رأيك. طيب كويس أنكم بتتفاخروا بهذا العدد الكبير من المخطوطات، بس هل المخطوطات دي تؤيد بعضها، تناقض بعضها، فيها تشابه، ما فيهاش تشابه؟ رأيك ايه؟ في الحقيقة زوبعة في فنجان مسألة اختلافات النسخ. احنا علينا نعرف ان ما كانش فيه كوبينج ماشين في الوقت ده، ما كانش فيه مطابع، كان النسخ يدوي. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني اكرر كلمة، او اني اكرر كلمة، او اني اكرر كلمة، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني اكتب من الذاكرة، او اني اكتب من الذاكرة، او اني اكتب من الذاكرة فاستبدل كلمة بدل كلمة، فاستبدل كلمة بدل كلمة، فاستبدل كلمة بدل كلمة. انا هرجع للتوضيح بعد شوية، لكن عايز اقول انا بحب اشبهها بان لنفترض ان في محاضرة واحد كتبها في الجامعة وبعدين حب يديها لاخرين، لانه اخذ المحاضرة دي ونقلها، وبعدين واحد تاني اخذها ونقلها، واحد ثالث 10 نقلوها. لا اتوقع ان 10 ولا واحد منهم اعتقد انه هينقلها بالنص بدون ولا غلطة، لان احنا لما بنألف كتب وبنراجع على المطابع بنلاقي انهم عملوا غلطات، وبنراجع تاني وبنراجع ثالث لغايه لما نوصل الى الكمال النسبي. فهو اكيد هيحصل ان الاولاني اللي نقل المحاضرة غلط انه نط سطر، الثاني برضه غلط ونط سطر، بس اكيد مش نفس السطر اللي نطه الاولاني، بحيث لما بجيب ال10 محاضرات بحطهم جنب بعض بلاقي ولا واحدة زي الثانية، لكن بكل بساطة وسهولة ويسر بعرف المحاضرة كانت ايه. عندما الاقي 9 متفقين في كلمة واحد ما ذكرهاش، يبقى اكيد ده سقطت سهوا. بالشيء من هذا القبيل المخطوطات اللي فيها اختلاف. الكتاب المشوهد اللي بين ايدينا انا ماشي بيه دايما معايا، الكتاب المشوهد بيذكر على سبيل المثال مثلا يقول لك الرب يسوع المسيح، يجي تحت يقول لك قرئت الرب يسوع من غير المسيح. هذه الاختلافات من هذا القبيل تقريبا معظمها، بحيث انه ولا اختلاف واحد يمس صلب العقل